مساء الخير، عاملين ايه؟ بصوا، انا عملت فسيخ النهارده. عملته بطريقه سهله قوي وجميله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بصوا، جبت هنا ملح خشن. انا استخدمت ملح خشن لان هو مش بيحدق الفسيخ قوي، يعني مش بيخلي الحاجه تطلع حادقه. تمام، جبت كيس هحط عليه حبه من البابريكا وهقلبهم كويس مع بعض. تمام. هنا الفسيخ ده، انا البوري ده انا كنت غسلاه كويس. وسبته يتصفى خالص من المية بتاعته. و... وسبته لحد ما يتشمع ينشف خالص، يعني سبته حوالي ساعتين برا. تمام. مهم ان احنا نغسل من عند الخياشيم بتاعته كويس، لان هو بيبقى فيه رملة وطينة كده. لازم ان احنا نهتم بالغسيل بتاع حتة المكان ده كويس قوي. بعد بقى ما سبته ينشف، وكنت خلاص حضرت الملح والبابريكا. جبت بقى مناديل، وقلت ايه اعيد عليه تاني عشان لو في مية او اي حاجة المناديل تنشفها. اهو بصوا، هدخل المناديل جوه الخياشيم بتاعة السمكة، علشان المنديل يشرب اي مية او اي دم موجود جوه. انا طبعا سبتها، هي جسمها كله ناشف مفهوش اي حاجة. هو بس الدماغ بتاعتها ساعات بتبقى ايه مبلولة شوية، بس مش كتير يعني. تمام، هعمل كده في كل كمية السمك اللي معايا. هبدأ ان انا اخده انشفه واحدة واحدة. انا هنا كنت خلاص خلصت السمك اللي معايا كله. بصوا بقى، هجيب الملح وهدخل بيه في الخياشيم بتاعة البوري، واضغط عليه كويس. المهم ان انا افضل كده ضغطة على الملح، علشان كله يتكبس جوه الراس بتاعة السمكة. تمام، هبدأ ان انا ادخل كده الملح، املاها ملح، واجي على جسم السمكة من بره، اقوم جاية ايه برضو مطبطبة عليه كده بالملح. تمام، وفي اكياس بلاستيك اللي هي بتاعة التلاجة، هبدأ ان انا ايه احط السمكة واحدة واحدة فيها. بصوا، لو السمك حجمه كبير هحط واحدة في الكيسة، لو حجمه متوسط بياخد 2 عادي. اهو بصوا بقى شكل الملح عامل ازاي. هبدأ بقى ان انا اضغط كده، املى الراس جامد، اكبسها من الملح والبابريكا اللي انا عاملاهم. البابريكا دي خطوة اختيارية، اللي عايز يضيف فيها، اللي عايز يضيفها في السمك يضيفها، واللي مش عايز خلاص براحته براحتكم يعني. وهبدأ ان انا ايه ادخل السمكة جوه الكيس كده بالشكل دوت. بصوا، ده بيبقى طعمه احلى وانضف بكتير جدا من اللي احنا بنجيبه من بره. تمام، هنا كنت بعمل السمكة التانية ديت عشان برضو اكد عليكم كده. بصوا انا بكبس الملح ازاي في الدماغ. بصوا الراس بيتكبس فيها الملح ازاي. اهو بصوا شكلها. هبدأ برضو ان انا امسح على الجسم كده بالملح، وهعمل كده بقى في كل الكمية اللي معايا. تمام، وهقوم جاية برضو ايه مدخلاها في الكيس، وهقوم جاية مطلعة الهوا من الكيس وقافلة عليه. اهم حاجة يعني خطوة الهوا دي تطلع، علشان ايه الهوا دوت ممكن يبوظ السمكة او حاجة، فلازم نطلع الهوا كويس من الكيسة. هنا كنت خلصت خلاص الكمية اللي معايا، والسمك اصلا كان استوى. وهفتح عليه دلوقتي قدامكم. وبصوا، هو السمك ده اخد حوالي 12 يوم بالظبط، لان هو كان حجمه كبير. اخد 12 يوم واستوى. مطلعاه زبدة. بصوا اصلا شكله بقى وهو طالع من الكيس عامل ازاي. هقول لكم بقى طريقة الخلي بتاعته، هخليه قدامكم و... وهوريكم شكله من جوه بقى عامل ازاي. بصوا، هو طريقة خليه سهلة جدا جدا. ومتاخدش وقت، مش زي الرنجة صعبة شوية في خليها. بصوا بقى شكله من جوه عامل ازاي. زبدة، مزبت لحم ومزبد على الاخر. بصوا كمان من كتر ما هو مستوي ومزبت، الشوكة بتاعته بتطلع بكل سهولة. اهو بصوا الشوكة طالعة عاملة ازاي. معلش، هو بس ايه من الحركة بتاعت ايدي في شادو كده بيجي على الكاميرا، معلش. اهو بصوا. هبدأ بقى ان انا افتح التانيين كمان. اصلا ما بقيناش بنعرف ناكل فسيخ من بره خالص، ما بيعجبناش. مفيش احلى من ولا انضف من الفسيخ اللي احنا بنعمله في البيت، واوفر. يعني بره انا بجيبه ب250. دوت انا جايباه ب100. اكتر من كيلو يعني ب100. تمام. عملوا معايا 5 وحدات.
أهو بُصّوا شكل السمك بقى طلع عامل إزاي. هالِم بقى الأكياس اللي أنا فضّيت منها السمك و وأحطّهم بقى في كيسة تانية وكده عشان أبقى أرميهم. تمام، هابدأ بقى إن أنا إيه، أفتح بقى باقي السمك كلّه معاكم. ريحته كانت طالعة حلوة جدًا، طعمه كان أحلى، طري كده لأ بجد يعني أحلى من برّه بكتير وأنضف. بُصّوا بقى اللحم بتاعه من جوّه أحمر خالص إزاي. هابدأ بقى إن أنا إيه، أنضّف واحدة واحدة كده من السمك بس بعد ما أفتحه كلّه. أنا هنا طلّعت بس 3 خلّيتهم وعملتهم والباقي شِلته. تمام، هافتح بقى كده. بُصّوا بقى شكلها من جوّه عامل إزاي. بُصّوا زبدة إزاي ولحمها كلّه محمر من جوّه. والله هتجرّبوه هيعجبكم أوي وهتبطّلوا تشتروا أصلًا فسيخ من برّه. تمام، بُصّوا بقى الشوكة اللي في النُص بتطلع بكل سهولة، ما غلّبتنيش. هو أنا التانية ديّة ما شِلتش منها الشوكة بتاعتها بس أنا هاشيلها دلوقتي. أهو بُصّوا عامل إزاي. هاشيل بقى الشوكة التانية. تمام، وهابدأ إن أنا إيه، أخلي بقى الفسيخ. الشوك بيطلع منّي بكل سهولة وما بيطلعش فيه لحم، بيطلع كده فاضي ما فيهوش لحم من الفسيخ ولا أي حاجة. تمام، هانضّف بقى كده حواليّا عشان أعرف إيه، أقف أخليه. هامسح بس إيدي الأول مكان المَيّة بتاعة الفسيخ وكان في قشر من الفسيخ في إيديّا. هامسح إيدي كده بالمنديل وكنت محضّرة جنبي طبق ومعلقة ومقص. بُصّوا بقى في خلي الفسيخ هنعمل إيه، هنجيب المعلقة هنجرد كده اللحم بالمعلقة بس. أهو بُصّوا كده بنفس الطريقة. هنشد كده اللحم بالمعلقة من الجلد. على فكرة دي أسهل طريقة لخلّي الفسيخ، ما بياخدش وقت. أنا أصلًا عملتهم في أقل من 5 دقايق. هابدأ بقى إن أنا في طبق أفصّصهم كده. آخد بقى حتّة، حتّة وأبدأ إن أنا أفصّصها عشان ما تبقاش إيه كُتل، يعني اللي ياكل يغمّس بالعيش كده ياكل على طول، ما مش لسه هنقطّع بقى. فدي كانت أسهل طريقة للفسيخ بجد وطعمه جميل، في العمايل بتاعته، في الخلي، في النضافة، في كل حاجة، على الأقل حاجة إحنا عاملينها في البيت وعارفين هي معمولة إزاي، لكن اللي إحنا بنجيبه من برّه إحنا مش عارفين هو معمول إزاي. بُصّوا الزبدة، بُصّوا مزبِّت إزاي. جرّبوه وقولوا لي رأيكم في الكومنتات هيعجبكم أوي. أنا هاعمل كده في ال3 في الفسيختين التانيين كمان. أهو بُصّوا بقى بيطلع اللحم معايا إزاي بكل سهولة. أهو بُصّوا فاضية خالص ما فيهاش أي حاجة. هاخد بقى التانيين وأعمل نفس الحركة. أهي بُصّوا أول ما بنسحب بالمعلقة كده بيتشد معانا على طول عشان هو مستوي ومزبِّت وبُصّوا مش قادرة أقول لكم على جماله. الفترة بُصّوا السمك الكبير أوي اللي هو مثلًا تبقى السمكية نُص كيلو، ده بياخد مثلًا حوالي 15 يوم عقبال ما يستوى. السمك الوسط زي اللي أنا جايباه دوّة بياخد من 10 أيام ل12 يوم، وبيطلع بالشكل ده. الصغير بقى ما فيش 5 أيام وبيستوى، اللي هُم ال4 سمكات كيلو بياخد حوالي 5 أيام وبيستوى. ال3 بياخد من 10 أيام ل12 يوم. الكبير اللي هو النُص كيلو، الواحدة نُص كيلو، يعني اللي هُم السمكتين كيلو، ده بياخد حوالي من 15 يوم ل17 يوم ويستوى. بيطلع بنفس الشكل ده كده. أنا كنت عايزة أجيب الكبير أوي بس أنا أمّا رُحت أشتري ما لقيتش، فقُلت بقى إيه خلّينا في الوسط دوّة برضه بيبقى حلو وما بياخدش وقت كبير في السِوى. وطبعًا أنا بابقى مقفّلة عليه في كذا كيسة ف ما بيبقاش ليه ريحة طالعة ولا حاجة يعني. يعني أنا غير الأكياس البلاستيك البيضا ديّة، أنا حاطاهم بُصّوا في حوالي كيستين تانيين علشان الريحة بتاعته ما تطلعش وما يصفّيش المَيّة بتاعته.
جربوه وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، هيعجبكم أوي على فكرة. والله أنا رُحت عشان أجيب من برّه باتصل بالراجل قال لي: "أنا الكيلو عندي ب250." قُلت له: "طب خلاص شكرًا." أنا بصراحة يعني كتير إن أنا أدفع في كيلو سمكتين 250 جنيه. أنا رُحت جبت دُولة 5 وحدات عملوا معايا بالضبط 105. طب ليه بقى أنا أو جبت مثلًا كيس ملح من دوّة كان بجنيه، فكُلّه ما كلّفش معايا الفلوس اللي أنا هاجيب بيها من برّه، وطلع بنفس الطعم ويمكن أحلى كمان. تمام. أنا هنا خلاص برضه دي خلّصتها، هابدأ إن أنا أفصّصها بنفس الطريقة. طبعًا بقى حطيت بقى كل واحدة كده في طبق، في طبق حطيت فيه 2 وفي طبق حطيت فيه واحدة. خلّصت كده خلاص، هابدأ بقى إن أنا ألِم بقى الكيسة كده اللي جنبي ديّة. أهو بُصّوا بقى شكله أصلًا كان طالع وريحته كان تحفة. تمام، خلاص كده. هنا بقى كنت حطيته في الأطباق، هابدأ إن أنا أعصُر عليه ليمون. تمام. هاعصُر على كل واحدة نُص ليمونة، اعصروا بقى الليمون الكمية اللي أنتم عايزينها، يعني في ناس بتحب تزوّد الليمون أوي. وهاحط عليه زيت واللي عايز يحط خل يحط، بس أنا ما حطيتش خل بصراحة، أنا اكتفيت بالليمون والزيت بس. تمام. وهاقوم جاية بقى مقلّباه كده كويس في بعضه كده بالمعلقة. وطبعًا بقى كنت مقطّعة بصل أخضر، وكنت مقطّعة وفلفل أخضر وبصل لأ sorry بصل، مقطّعة بصل وغاسلة فلفل وكده، وحاطاه بقى في طبق وكان طعمه تحفة. جرّبوه وقولوا لي في الكومنتات وإن شاء الله يعجبكم. بُصّوا بقى شكله عامل إزاي، بُصّوا شكل الطبق، شكل الطبق تحفة بجد. لو أول مرّة تشوفوني اضغطوا share ولايك وسبسكرايب للقناة. أنا هنا كنت خلاص خلّصت. بُصّوا بقى الشكل عامل إزاي.